ازيك يا كابتن وائل عامل ايه؟ كله تمام، انت ايه الاخبار؟ الناس بتسأل عليك بقالك كتير ما بتعملش حلقات وبتاع. انت اللي بعيد، انا جاهز في اي وقت. ماشي ما تفضحناش بقى قدام الناس. طب خلينا نبدأ بقى بفريقك الأول. ايه رأيك في أداء الأهلي في الماتشين اللي فاتوا دول؟ مش الماتشين اللي فاتوا، انا هتكلم على الاهلي في اقل من سنه. تغيير الاجهزه الفنيه، يعني كولر بعد ما عمل اللي عمله سطر تاريخ وقدر يعمل بطولات، وانما في الاخر خلاص ما بقاش عنده بدائل وما بقاش عنده حلول. جه عماد النحاس لم الدنيا وقدر ان هو ياخد دوري كان بعيد جدا عن النادي الاهلي، بس عماد النحاس حط نواه وزرعها وحصد في الاخر. بعد كده كاس العالم للانديه كان مجلس اداره ليه رؤيه ان هو لا لازم مدير فني اجنبي. انا من رايي لو كان عماد النحاس هو اللي كمل في كاس العالم للانديه كان هيطلع شكلنا افضل من الشكل اللي احنا طلعنا منه. بعد كده جه ريبيرو، دخل كاس العالم للانديه، اداء كان في الضياع. وبعد كاس العالم للانديه عملنا استعدادات عشان ندخل للدوري وافريقيا والكلام ده، كان شكلنا طبعا ما فيش لا خطه ولا هويه. الاهلي فقد هويته فعلا مع خوسيه ريبيرو. احسن قرار اتاخد ان ريبيرو يمشي، ولما مشي جه عماد النحاس، ورجع عماد النحاس لم الناس وقدر ان هو يحافظ على الهويه بتاعت النادي الاهلي، ويقدر ان هو بمجموعه اللعيبه اللي هم بيقولوا نجوم كتير بس كان قادر ان هو يسيطر عليهم. وبعد كده قلنا لعماد النحاس متشكرين على المجهود الجبار اللي انت عملته، وجبنا يستر. يستر لما جه بامانه انا شايف مجهود مدير فني موجود على الخطوط، مش هنحكم عليه من الثلاث ماتشات دول، انما هو ما بيهداش طول ال 90 دقيقه. وفعلا لو هتلاحظ هتلاقي في تكتيك بيحصل وفي جمل مترتبه للنادي الاهلي. عندنا مشكله ان فعلا خط الظهر ده مش لاقيين له اي حل نهائي، انما يسترب كويس وفي جمل بتتعمل، والاهلي هيبقى كويس جدا جدا جدا. ولو بصينا في اخر ماتش في افريقيا لعب بدكه بدلاء كانوا مهملين تماما، وعوده كويسه جدا لاحمد عبد القادر، ويمكن يسترب جه عشان ربنا ما يضيعش حق احمد عبد القادر. طب بيقولوا إن الأهلي بيفاوض عبد المنعم وفيستون مايلي. شايف إن الاتنين دول هيفرقوا مع الأهلي ولا؟ هو مش يفرقوا مع الاهلي، انت عارف ان بعد غياب علي معلول وعبد المنعم الاهلي خط الظهر بقى فيه مشاكل كتير جدا جدا جدا. انت عبد المنعم هو ما كانش المفروض ان عبد المنعم كان طلع، انما هو عبد المنعم هو اللي اختار ان هو يطلع. بس عشان تبقى فاهم هوية عبد المنعم، لو ما اختارش الاحتراف الخارجي عبد المنعم داخل الاهلي مليون المية. بالنسبة لمايلي انا ارجح مايلي، مع ان مايلي احنا عندنا مشكله برضو في المهاجم. المهاجم الاساسي للنادي الاهلي من بعد وسام ابو علي، وسام ابو علي لما جه كشف كل المهاجمين، مش في الاهلي بس، لا كشف كل المهاجمين في مصر وافريقيا عشان تبقى فاهم. وسام ابو علي كان جامد جدا، ما كانش المفروض ان احنا نتخلى عنه، انما هو اللي اصر ومشي. وبرغم من كده احنا بندور على المهاجم البديل لوسام ابو علي اللي احنا مش لاقيين. انت عندك مشكله في الاهلي، شريف وجراديشار اصابه، واحد اصابه وواحد طرد، انت هتعمل ايه؟ الله عالم. انما فيستون مايلي انا اتمنى ان فيستون مايلي يجي بامانه. طب شفت ازاي تعادل بيراميدز مع القطن الأثيوبي، وهل بيراميدز السنة دي هيكون الفريق المرعب اللي هو بتاع السنة اللي فاتت ولا الفريق مختلف شوية؟ لا بيراميدز بامانه، يعني خلينا نتكلم بامانه ان بيراميدز فريق مرعب بكل الخطوط بتاعته. يعني ده احمد الشناوي نفسه رجع لفورمه غير عاديه، انا ما شفتهاش حتى لما كان في الزمالك. يعني وكل اللعيبه اللي في بيراميدز لا بتقاتل خلاص. فيستون مايلي ده عامل قلبان، وخطوط بيراميدز الشيبي مع مايلي مع كريم حافظ مع كوكبه من اللعيبه. انما هم يعني هو التعادل دوت خلي بالك، انت لو لاحظت ان الفريق الافريقي مع بيراميدز انت تحس ان الفريق دوت لما كان بيلعب كان الاثنين اغراب، لا ده ليه جماهير ولا ده ليه جماهير، وهي دي الحصيله
إن هو تعادل، إنما لأ بيراميدز قادر إن هو يرجع في أي وقت طبعًا. بس بيراميدز كان ليه شوية جماهير كده في ماتش النهائي بتاع السوبر. لا دول بتوع الساندوتشات سيبك منهم. بلاش نفتح، أنت زملكاوي طب بلاش. في أخبار بتقول إن بيراميدز هيدفع رقم كبير لديانج ويمكن أكتر من دبل اللي الأهلي عرضه. وخلّي بالك مش بيراميدز بس هو اللي عايز ديانج، لأ في عرض خليجي كمان جاي له بأضعاف اللي بيراميدز حطّاه، إنما عشان تبقى فاهم وخُدها مني ثقة، الوجهة الأولى والأخيرة لديانج هو النادي الأهلي، يعني لو بيراميدز حاطط أنت بتقول كام؟ يعني حاطين مبلغ اللي هو تقريبًا 3.000.000$ أو 6.000.000$ في ال3 مواسم أو حاجة كده. أنت عارف لو الأهلي قال له $1.000.000 هيوافق. لا، لأ مش مليون، هو أصلًا مش الأهلي عارض عليه 4.5 وهو مش موافق. يا باشا أنا باقول لك لو الأهلي قال له $1.000.000 هو هو مش موافق على 4.5 مليون دولار. هيوافق. خلّي بالك كل اللي ماشي بيتقال ده نتقابل مع هاقول ديانج لك في شهر واحد في بيراميدز هاقول لك حاجة، وادوا له هاقول أنتم لك مليون حاجة، جنيه. هاقول لك حاجة، كل اللي أنت بتسمعه ده هي فرقعة وميديا لا أكتر ولا أقل، إنما أنت عندك دليل باللي أنت بتقوله دوّة ولا حاجة، ما اتكلمنا كتير، أحمد عبد القادر، هو إحنا كنا بنقول على عبد القادر إيه؟ خلاص مضى للزمالك وخلّص وبتاع، كل اللي أنت بتسمعه ده فرقعة ميديا لا أكتر ولا أقل، أنا باقول لك مليون المِيّة ديانج جوّه الأهلي لا بديل عن ديانج في الأهلي. طب بالنسبة بقى للي بيحصل في الزمالك اليومين دول، مجلس الإدارة واللعيبة، شايف إن المشكلة دي عند مين والّا المشكلة دي هتتحل إزاي؟ أنت كزملكاوي، أنت زملكاوي، أنت راضي عن اللي بيحصل في الزمالك؟ لأ طبعًا. طيب، الزمالك آآ قضية ومشكلة ما لهاش حل، بس أنت لو تسمع منّي وهو دوّة اللي هيحصل، الزمالك لازم يبقى بيراميدز التاني جوّه مصر، يعني التوجه للاستثمار هو ده طوق النجاة للزمالك وإن ولا فعلًا غنى عنه. الاستثمار مش عيب، إن في أكبر أندية العالم بتستثمر وعادي يعني عندك باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، كل دول أندية عريقة. أنا باقول لك طوق النجاة بالنسبة له مستثمر تقيل يدخل ينتشل الزمالك، وأنا حاسس إن السيناريو فعلًا رايح لكده، لإن لو استمرينا على كده لأ، أنت هتلاقي فضايح ما بعدها فضايح بأمانة. طب نطلع بقى شوية من المحلي، إيه رأيك في اللي بيحصل مع صلاح؟ اللي بيحصل مع صلاح هو اللي بيحصل كل سنة، عادي جدًا، خلّي بالك صلاح أنت لو ركزت هتلاقي كل سنة صلاح بيتهاجم، بس صلاح هو إنسان زي أي إنسان، هو أنت عايز تفهّمني إن أنت كنت قاعد ومجتهد في شغلك ومنتظر إن المدير يكافئك تمام، وجه كافئ واحد غيرك، أنت هيحصل لك إيه؟ ما تدّينيش يعني إن أنت تقول لي لا هاشتغل وعادي جدًا، لا طبعًا هتتأثّر وهتتأثّر جدًا، فصلاح كان منتظر هو البالون دور المنتظر، يا عم مش هاقول لك إن هو وديمبلي هو كان الأحق تمام، إنّما على الأقل صلاح كان يبقى تاني، ما تجيش تحُط لي واحد أنت كده والّا كده مدّي له أحسن شاب على مستوى العالم، لا، 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 اللي بيحصل مع صلاح عادي جدًا، بس أنا أقول لك حاجة، صلاح بالضغوط بيزيد، وبيزيد، وبيزيد، والدليل الأداء اللي عمله في آخر مباراة، والهدف اللي سجّله برجليه الاتنين. بس هو السيناريو ده فعلًا بيتكرر مع صلاح كل سنة، بس إيه رأيك في فكرة إن ليفربول اتجهت إن هي تجيب لعيبة أصغر في السن حتى في مركز الهجوم وكده، تفتكر إن ده تمهيد إن هم بيبدأوا يستغنوا عن صلاح؟ هم يا باشا بي 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 عايزين يعملوا نواة بمراحل سنية صغيّرة أي نعم، إنّما صلاح بالنسبة لهم بقى أيقونة. حتى لو هتقول لي إن الجماهير بتهاجم نفسيها صلاح، بس الجماهير اللي بتهاجم دي هي دي يعني حاجات ممنهجة من الحاقدين على صلاح، إنما أولًا وأخيرًا صلاح بقى أسطورة داخل ليفربول ولا غنى عن صلاح، وما تقوليش أصل الخليج وأصل غيره وغيره وغيره، صلاح مكمل مع ليفربول رغم أنف الحاقدين، وخلّي بالك هو صلاح عمل رد فعل، هو جاب حقه بنفسه، يعني اللي عمله دوّة من خلال إن هو شطب اسمه وعمله ومش لاعب في ليفربول وكلام من ده، والأداء اللي عمله في آخر مباراة صلاح رَد عن كل حاجة، وهو ده اللي بيحصل معاه في كل موسم. طب ما تخلّينا نتكلم كده على منتخب المغرب واللي هم عملوه في كأس العالم، إيه رأيك في منتخب لأ المغرب؟ منتخب المغرب أنا ما ينفعش أنا اللي أحلل وأقول، منتخب العالم منتخب المغرب العالم كله شايف ومتابع، منتخب المغرب جاب بذرة وحطها في الأرض وقعد يعتني بيها وقعد يسقيها
النهارده بياخد الثمرة بتاعتها، وهو ده اللي المغرب عمله، وهو ده اللي إحنا كنا بنقول عليه من زمان. المغرب في حتة تانية خالص. بس أنا أقول لك حاجة، يعني هم طبعًا شابوه للمنتخب المغربي اتحاد الكورة بتاعه والدولة المشروع اللي هم عاملينه، مشروع الأكاديمية بتاعة محمد السادس. الأك يعني مشروع، مشروع لقى صداه ولقى النتيجة، نتيجة مبهرة جدًا. أنت هنا عندك كام أكاديمية؟ كام؟ أنا لسه كنت هاقول لك، شايف إن إحنا بعيد عن مستوى المغرب، والّا إحنا أصلًا بعدد الناس والناس اللي بتحب الكورة، إحنا أصلًا ممكن نكون أحسن من المغرب؟ إحنا عندنا كفاءات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. بس أنا أقول لك حاجة، إحنا عندنا عيب خطير جدًا، جدًا. أنت عارف إن أنا بقيت محتك دلوقتي بالأكاديميات والكورة وبتاع والكلام من ده. بس أنا كل اللي عايز أقوله لك إن في كل أكاديمية أنا باروحها وباشوفها، وكل مباراة باروح باحلل أوازيع أو أعمل ال ال أنا باشوف قدّام عيني الوساطة والمحسوبية، ده ابن فلان وده ابن فلان، ده اللي خارب الدنيا عندنا. انما انت تعالى، لا، انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انت شفت الموضوع بتاع الكينجز ليج؟ بتاع السعودية، اللي هو كان في صانع محتوى اسمه تربون، يعني جمّع فرقة في يوم يعتبر، وراح غلب طب فريق هو هو المغرب، هو لاعب مين؟ لاعب المغرب. لاعب المغرب. طب الفريق اللي كونه ده كونه منين؟ من الشارع، الناس اللي بتحب تلعب كورة. تخيل ان انت من اختيارات صانع المحتوى ده اختار لعيبه مغموره، لعيبه كره شارع، كره شراب، كره مهارات. طب انا عايزك تدخل بقى على اللينك بتاع انا ابقى احط اللينك دوت الناس كده عارفاها، كينجز حتى ليج لو مش بتاع عارفين، جيرارد لا بيكيه، هيتحط يدخلوا يخش يشوفوا يشوف. المنتخب الفريق المصري عمل ايه في الفريق المغربي، وده مصري وده مغربي، تمام. وانت بأسامة نبيه واللي عمله والفريق بتاعه قدام الكفاءات بتاعت المغرب، المحصلة بتاعت أسامة نبيه ايه، والوساطة والمحسوبية واتحاد الكورة وي وي انت وي. كده كأنك بتقول ان لعيب بابجي بيفهم اكتر من المدربين بس. انا مش عايز اقول اكتر انا من كده. قلتها. فيعني انا انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. كل اللي احنا قلناه يعني جبنا المختصر المفيد جوه تشكيله. فيا ريت تتابع، وان شاء الله كل اسبوع هنقدر نوافيكم بحاجات جميله في التشكيل.